خلاص الفجر وجب. أنا وقفت على طرف المركب والدنيا كانت ضلمة كحل، واقف لوحدي في نص البحر، وكل اللي سمعه كان صوتها وهي بتنده عليا وبتقولي طلعني، أرجوك طلعني من هنا. ومرة واحدة بعد ما طلعتها وحطيتها على المركب لقيته بصلي بغل وراح ضاربني في صدري ووقعني في المية. السلام عليكم عيلة المرعبين، عاملين ايه؟ آسف جدا اني طولت عليكم شوية. اولا علشان تبقى فاهم، بس دي سلسلة احلام الموتى ونزل منها جزء الاسبوع اللي فات. لو ما اتفرجتش عليه روح اتفرج عليه وتعالى، ولو ما اتفرجتش عليه وعاوز تكمل معانا الحلقة دي فتمام جدا، هتكون اصلا باحداث مختلفة وانت هتفهم واحدة واحدة معانا علشان نبدأ في سلسلة احلام الموتى. وانا انتوا النهاردة ويلا بينا. زي ما اكيد الكل واخد باله كده، الايام دي الجو حر موت، بحس اننا دخلنا النار. فهنا كانت بداية الحكاية لما اتفقت انا ومجموعة من صحابي اننا نطلع مصيف نقضي كام يوم حلوين ونبعد شوية عن الجو ده. والمصيف كان فين بقى معلمين؟ في السخنة. واخيرا عرفنا ان احنا نظبط يوم مع بعض وطلعنا كلنا، وكان عددنا مرعبين 4. اعوذ بالله من قلة، انا واسامة وجاسر وعز، احنا ال4 كنا طالعين في عربية واحدة. اول يوم بعد ما وصلنا هناك بقى اليوم كان ماشي عال جدا، بحر بقى وخروج والجو جميل والدنيا عال قوي. بس انتوا عارفين ان الحلو معايا ما بيكملش. ليه بقى مرعب؟ ويا مرعبة علشان ما تزعليش هقول لكم. تاني يوم قررنا ان احنا نركب مركب وندخل بيها في وسط البحر، نقضي كام ساعة جوه ونرجع تاني. واتفقنا مع واحد كان مراكبي اسمه اللصة سمير، راجل كان كبير في السن كده وشكله كان في حاجة مميزة جدا تطلعه من وسط ألف. والحاجة دي هي ان في عين من عينيه كانت مفقوعة ومش موجودة في مكانها، وقريب مفقوعة كده وخلاص، ما كانش حاطط عليها لزق ولا اي حاجة، كان طالقها كده على خلق الله. المهم اتفقنا معاه على السعر ودفعنا له الفلوس وكل حاجة تمام. حلو كده مرعبين؟ تمام. الساعة 3 العصر كنا طلعنا احنا ال4 المركب، والمفروض يعني اننا هنقعد من الساعة 3 لحد الساعة 5 المغرب في المركب دي، يعني هما ساعتين زمن. خليني بس افكرك بحاجة، اتفرجت على فيلم المركب؟ ايوه، الفيلم اللي كانوا مأجرين مركب في السخنة برضو والمراكب مات وتاهوا في البحر وبدأت بقى تحصل معاهم حاجات غريبة ومش عارفين يرجعوا. اتفرجت عليه؟ طب كويس، انا كمان اتفرجت عليه. المشكلة بقى مرعبين لما الساعة دقت 5 علينا. الوقت ده كان المفروض خلاص ان احنا نرجع، وزي ما انتوا عارفين الساعة 5 دي فخلاص بقى الشمس بتغيب والليل بدأ انه يهبط. ولكن مرة واحدة واحنا اصلا ماشيين في البحر الكهرباء بتاعة المركب فصلت. فهنا طبعا كلنا اتجمعنا ورحنا على فين؟ على الكابينة اللي كان فيها اللصة سمير. اول ما دخلنا لقيناها قاعد قدام الكابينة دي وماسك المفتاح وعمال تك 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 بيدور فيها كأنها عربية. فعز بصله كده وقال له يا اسطى سمير، حصل حاجة ولا ايه؟ فراح الاسطى سمير رد عليه من غير ما يبصله، هو رد عليه وهو لسه بيحاول يدور في المكنة، وراح قايل له السولار خلص. هو قال الجملة دي وانا بلمت. انت عارف يعني ايه السولار يخلص وانت في مركب في وسط البحر والدنيا بتليل؟ دي مصيبة. كلنا اتشتتنا بقى في اللحظة دي، الا مين بقى؟ عمنا أسامة قطع تفكيرنا كلنا بجملته الغبية لما قال ايه السولار ده؟ طبعا كلنا بصينا له بقرف بما فينا الاسطى سمير اللي بصله وقال له اللهم طولك يا روح، اسكت يا ابني اسكت. فراح عايد نفس جملته الغبية تاني وقال لا بجد والله هو ايه السولار ده؟ فهنا جاسر بدأ ان هو ينقذ الموقف، لان الاسطى سمير من كتر خانقته كان هيديله بالمفتاح اللي في ايده. فراح قايل له اللي هو الجاز يعني. اهدى بقى،
وراح باصص تاني عز للأسطى سمير وقال له: يعني ايه طب كده يا أسطى سمير، انت مش عامل حسابك؟ طيب. راح الأسطى سمير هنا اتنرفز وساب المفتاح اللي في ايده او طلعه من الكونتاك بتاع المركب وراح رميه، وكان حاطط على كتفه هنا فوطه مش عارف كان حاططها ليه، راح شايلها وراح رميها هي كمان، ورد عليه وقال له: مش عامل زفت حسابي، انتوا اللي فضلتوا تقولوا تعالوا ندخل جوه وانا اقول لكم يا جدعان كفايه، وانتوا تقولوا لا خلينا جوه، لحد ما دخلنا في داهيه اهو. عارفين يا مرعبين وسط كل اللي بيحصل ده ايه اللي جه في بالي وقتها؟ هو ليه ما فيش بنزينة في المية؟ المهم ما كانش في حل غير اننا نفضل قاعدين في المركب، خلاص مش هناخد عوم يعني، لحد بقى ما الصبح يطلع، واكيد يعني على البر الناحية التانية هيكتشفوا ان احنا غبنا وغفر السواحل، هيبدأوا يدوروا علينا وهيلاقونا، يعني مش حكاية. لسه سمير اصلا هو اللي قال لنا كده وطمنا ان الموضوع ده لو حصل ومركب عطلت فلما الصبح بيطلع بيلاقوهم على طول. فهنا اطمنا شوية. الساعة جت 12 بالليل، وهنا كل واحد فينا اترمى في مكان. كان في جوه اصلا في المركب دي اوضه، جاسر وعز اللي دخلوا الاوضه، ولسه سمير كان في الكابينه فوق، وانا واسامه كنا نايمين بره، وانا كنت نايم كده في ركن لوحدي كده جنب المايه على طول. هنا انا سمعت صوت همس، طبعا بعد ما نمت يعني وانا نايم كنت سامع صوت همس. عارف انت مرعب شعور لما تبقى مش عارف انت نايم ولا صاحي، اللي بيحصل لك ده بجد ولا مش بجد؟ اهو ده اللي كان بيحصل معايا. كنت سامع صوت حد بينده عليا بس انا لسه نايم، ولكن صوت الهمس كان عالي جدا، وده اللي خلاني افتح عيني ببطء شديد علشان اشوف في ايه. ولكن لما فتحت عيني ما كانش في حد، الضلمة والبحر بس. مسكت الموبايل بتاعي لعل وعسى تكون الشبكة جت واعرف اكلم حد يعني يلحقنا من الموقف الزبالة اللي احنا فيه ده. وهنا كنت خدت بالي من الساعة اللي كانت 3. مش عارف ليه لما شفت رقم 3 ده في الموبايل قلبي اتقبض. سبت الموبايل وأول ما غمضت عيني تاني علشان أنام حسيت بحرارة شديدة جدا قريبة من وشي. فتحت عيني تاني لقيت حاجة مرعبة لا كانت على البال ولا على الخاطر. لقيت المركب بتولع، النار كانت ماسكة فيها من كل حتة. انت متخيل المنظر؟ انت واقف في مركب عطلانة في نص المية والدنيا ضلمة والمركب بتولع. ده انا لو ابو لهب مش هيحصل فيا كل ده. طبعا اول حاجة عملتها ان اجري على المكان اللي فيه صحابي علشان اعرف فيه ايه بيحصل، طمن عليهم. ولكن النار كانت عاملة زي حاجز كده ومنعاني، عمال اصرخ وانده عليهم ولا شايف حد ولا سامع صوتهم اساسا. وطبعا في اللحظة دي انا ادركت خلاص ان ساعة النهاية قد حانت. هموت هروح فين يعني؟ هطير مش هطير. ولكن ظهر بصيص النور من العدم مرة واحدة وانا واقف مش عارف طبعا اعمل ايه. سمعت صوت حد بينده عليا، فبصيت على مصدر الصوت ولقيت يا عم المرعب لانش صغير جنب المركب. لانش كان عامل زي المركب كده ولكن صغنطوطة كده، كان عليه راجل كبير انا تقريبا شفته قبل كده، وكان عمال ينده عليا. قربت منه ووقفت على حافة المركب اللي انا فيها وقلت له: انا صحابي جوه والنار ماسكة في المكان مش عارف ادخل اجيبهم. فلقيته بيزعلي وبيقول لي: نط بسرعة قبل ما المركب تغرق، خلاص مفيش وقت. وهنا انا اتحطيت في اختبار مرعب، انط وانقذ نفسي واسيبهم ولا خليني بقى جدع واموت معاهم؟ بس منظر النار حواليا خلاني من غير ولا كلمة رحت ناطط على طول. بقيت واقف على المركب الصغيرة دي بعد ما نطيت وانا باصص على المركب الكبيرة وشايفها وهي بتتحرق ومش عارف اعمل اي حاجة. كنت حاسس ان انا في فيلم رعب. وهنا بدأت اسمع صوت صراخهم وهو عمال يعلى. الراجل راح لافف بينا وبدأ ان هو يمشي علشان يبعد عن النار. طبعا كنت في حالة غريبة باصص على المية، وكل اللي كان بيدور في دماغي جملة واحدة: هو أنا هعمل إيه دلوقتي؟ لحد ما قطع تفكيري صوت المراكبي وهو بيقول لي: حاجك تزعل على اللي راح، بس لو ما كنتش عملت كده كان زمنك عايم ومحروق معاهم. بصيت له باستغراب كده وقلت له: هو أنت مين وجيت هنا إزاي؟ بص على البحر وقال لي: أنا مرسال،
واللي بعتني طالب انه يشوفك دلوقتي. لا كنت فاهم كلامه ولا فاهم اي حاجة من اللي بتحصل. فضلنا ماشيين في المية لحد ما مرة واحدة لقيته وقف قدام مكان كده. المكان كان عامل زي الجزيرة، أرض في وسط المية فيها زرع كتير. قلت له هو احنا بنعمل ايه هنا؟ ابتسم وقال لي المرسال مستنيك جوه، وانا مستنيك هنا، بس ما تعوقش، لان لو الفجر أذن وانت لسه جوه انا هسيبك وهمشي، خليك بقى تايه في ارض الله. غصب عني نزلت من المركب دي لان خفت منه اصلا. فضل هو مستني وانا اتمشيت كام خطوه كده قدام في الارض دي. المكان كان ضلمه كحل، في ريحه غريبه، ريحه تقيله كده، تحس ان كان في واحد قاعد هنا بياكل رنجه. طبعا نورت كشاف الموبايل بتاعي علشان اشوف، وفضلت واقف بقى خلاص لان مش عارف اروح فين. المكان مش كبير، ده هي ارض صغيره. لحد اما لقيت مره واحده مرعبه، بنت ظهرت قدامي من العدم. معرفش جت منين دي، ولا يمكن هي كانت قاعدة هنا أصلا. بنت كان عندها حوالي تقريبا 20 سنة، لابسة فستان شيك كده، شكلها بنت ناس. قربت مني وقالت لي أكيد أنت جاي تدور على حد. طبعا يا مرعبين كنت مقلق منها، فقلت لها أدور على مين؟ أنا هنا. قطعت كلامي وقالت لي تعالى معايا، تعالى أنا هوريك. لقيتها مشيت كام خطوة وأنا طبعا مشيت وراها لحد ما وقفت في مكان معين وشاورت على الأرض. ما فهمتش، حسيتها اتضايقت ففضلت تشاور لي وتعمل لي كده. فأنا قلت لها مش فاهم اتكلمي. فراحت نازلة على الأرض وبدأت تحفر بإيديها، وراحت وقفت وعملت لي كده اللي هو كمل. فرحت نازل مرعبين على الأرض لأن خلاص ما فيش حل تاني أعمله. نزلت على الأرض وفضلت أحفر بإيدي كده في التراب لحد ما لقيتها ظهرت قدامي، راس بني آدم. طبعا أول ما شفت المنظر اترعبت وقمت وقفت، بس وقتها أنا كنت خايف منها هي شخصيا، عمالة تأمرني إن أكمل. علشان كده كملت. فضلت أحفر لحد ما جسمها كله ظهر قدامي. وأنا قلت جسمها مش جسمه، لأن اللي كان مدفون في الأرض دي يبقى بنت، ومش أي بنت، دي كانت نفس البنت اللي واقفة ورايا. فطبعا أول ما شفت جثتها لفيت بسرعة لقيتها اختفت. طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ أنا خايف الفجر يأذن والمراكب ده يسيبني ويمشي وأفضل هنا محبوس. طب أعمل إيه؟ ما هو أكيد أنا ما جيتش هنا علشان أشوفها وأمشي. لأ، دي أكيد أحلام الموتى اللي بتجيلي، والروح دي عاوزاني أحررها من المكان اللي مدفونة فيه. فرحت مقرب المرعبين منها ورحت شايلها من الحفرة دي، ومشيت بجثة البنت دي لحد ما وصلت للمركب. المراكبي كان عمال ينده علي من بعيد ويقول لي همل الفجر وجب. انا عمال اجري لحد ما وصلت الحمد لله، ورحت حطيتها على المركب، حطيتها ورحت راكب انا كمان، والمراكبي راح مدور على طول ومشينا. كنت عمال انهج بطريقة غريبة مش قادر. اللي حصل برضو كان كتير قوي عليا. عارف انا كان نفسي في ايه وقتها؟ نفسي انام بجد والله. كان نفسي انام علشان افصل من كل ده، لان حاجه جوايا كانت بتقول لي ان اللي بيحصل ده مش حقيقه. ففضلنا ماشيين لحد ما مره واحده سمعت لكم صوت اذان الفجر وهو بيقول الله اكبر. اول ما الفجر اذن لقيت لكم المراكب ده بصلي، ولما بصلي انا هنا ادركت هو مين. الراجل ده اللي شفته في الجزء الاولاني لما أنقذت روح الطفل الصغير اللي كان في البيت اللي صورته لكم، وكان هو الحارس بتاع البيت ده. كان هو نفس الراجل. بصلي بغل كده وقال لي يلا يا نبيل، جه وقت الصحيان، الفجر وجب. وراح مرة واحدة بدون أي مقدمات ولا أي تعذير راح ضربني بإيده الاتنين في صدري وأنا قاعد على حافة المركب. فطبعا اتقلبت ووقعت في المية، وبما اني حمار ومش بعرف اعوم فبدأت اني اغرق. المكان تحت كان ضلمة، كنت بحاول ان اطلع لفوق ولكن مش عارف. وسط ما انا بحاول شفتها، نفس البنت ظهرت برضو من العدم قدامي في المية وانا بغرق، بس المرة دي كانت مبتسمة، ابتسامة كبيرة كده
وقالت لي شكرا، شكرا انك حررتني. الارواح بتتلاقى وانت اللي هتخرج الارواح المدفونة وتدفنها في مكانها. بعدها حسيت ان خلاص مفيش اكسجين في صدري، فخلاص بموت. طب هو انا مت ولا لا؟ مش ناقصه غباء، امال مين اللي بيحكي لك دلوقتي؟ مره واحده لقيت نفسي كل حاجه اتغيرت. لقيت نفسي نايم على المركب الكبيره، وفتحت عيني كده المركب الكبيره زي ما هي، ولقيت لكم اسامه معدي من جوه، عز قرب مني وقال لي ايه يا عم النوم ده كله؟ يلا يا عم اصحى، الأسطى سمير خلاص حل موضوع السولار ودور المكن اهو، قربنا نوصل للبر اصلا، قوم يا عم. اتعدلت كده وانا عمال ابص حواليا، صحابي كانوا عايشين، المركب ما اتحرقتش ولا في اي حاجه حصلت، والمركب دارت وطالعين على البر دلوقتي. فكنت حاسس وقتها بوجع في صدري، فقلعت التيشيرت اللي كنت لابسه ولقيت علامات الراجل ده لما ضربني في صدري كانت معلمة. فهنا أدركت حاجة، إن المركب كانت ثابتة مكانها، الزمن كان واقف ولكن أنا اللي اتحركت. الأرواح كانت مدفونة في مكان غير مكانها، وطلبتني علشان أحررها من المكان ده وتدفن في المكان اللي تستحقه. وده مش بمزاجي، الموضوع ده بيحصل غصب عني. لما الروح بتندهلي الساعة 3 لازم أروح مكانها، لازم أحررها قبل ما الفجر يأذن. بس يا اخواتي المرعبين، في حاجة، إن مش كل الأرواح بتكون طيبة وعاوزة بس إنها تتنقل للمدفن بتاعها. في أرواح تانية بتكون شريرة وبتطلبني بس علشان تنتقم مني وتأذيني. فالأرواح دي هنعرف قصتها بعدين. وبس كده، دي كانت الحلقة التانية من سلسلة أحلام الموتى. ولو ما اتفرجتش على الجزء الأول ادخل اتفرج عليه، هيعجبك جدا. استنوا الجزء الثالث، ويا ريت تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة لو انت مش مشترك علشان تنضم لعيلة المرعبين. وبشكر أي حد كان بيدعمني معنويا وبيسيب كومنت جميل زيه كده. كان معاكم محمد نبيل، تصبحوا على خير.